السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ان شاء الله يا ربي. البنات اليوم غادي نوجد معكم واحد البيتزا اللي كتجي البنات خطيره وهشيشه في نفس الوقت البنات مقرمشه ولذيذه. العجينه ديالها كتجي زوينه البنات. نبداو البنات بسم الله. هنايا في المقادير عندي هنايا البنات 4 ديال الكيسان الدقيق، 4 الكيسان قياس كاس العنبه، دقيق رطب الفورس عندي 4 معبورين. عندي البنات هنايا معلقه ديال الحليب نيدو، عندي هنايا الملحه حسب الذوق، وعندي 2 معالق ديال الزيت البلديه، عندي معلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه البنات ديال الخميره الخبز معلقه كبيره، وعندي البنات هنايا 2 كيسان الماء اللي دافي باش غادي نخلطوا العجينه ديالنا. انا درت هنا 2 كيسان وغادي نشوف واش غيقدوني في هذا الخليط ولا لا. الا بغيتو البنات ديروا الحليب ديروه، حتى بالحليب كتجي زوينه وبالماء كتجي ثاني زوينه. المهم البنات العجينه ديالها راها كتجي زوينه بلا ما نطول عليكم. غنبداو هنايا بسم الله البنات. غندير الكاس الاول ديال الماء، ندير غير الكاس الاول البنات، وغندير هنايا معلقه ديال الحليب نيدو. الا ما كانش ما ديروش ماشي مشكل. غندير البنات هنايا الملحه حسب الذوق كيف ما قلت لكم، وعندي هنايا 2 معالق ديال الزيت البلديه، ومعلقه ديال السكر سنيده، وعندي البنات هنايا الخميره. نتوما البنات غادي نخلط هاد المكونات تذوب الخميره والملح والسكر. عاد غنبدا البنات نزيد الكاس الاخر ديال الماء ونزيد الدقيق. الا كانت عندكم البنات العجانه ديروها حتى هي كتجي فيها زوينه، كتجي مدلوكه مزيان والعجينه ديالها رطبه. صافي البنات بعد ما كتذوب ليا هنايا الخميره والسكر غادي نزيد البنات الدقيق غير بشويه بشويه. عندي هنا 4 الكيسان كيف ما قلت لكم معبورين. الا بغيتو ديروا حتى الدقيق ديال الفينو ديروه ماشي مشكل. هانتوما البنات كنبدا نخلط العجينه ديالها كتجي زوينه كيف ما قلت لكم غير بشويه بشويه. وغنزيد البنات هاد الكاس الماء اللي دافي. درت الكاس الاول البنات والكاس الثاني. العجينه ديالها البنات نبداو نعجنوا بها نعجنوا فيها بحال كنعجنوا في البغريره البنات. هذا هو السر ديال هاد العجينه البيتزا باش كتجي هشيشه ورطبه. غير بشويه وحنا كنزيدو الدقيق في هاد 2 كيسان الماء وكنخلطو. بغيتو تخلطو بالخلاط خلطو، انا كيعجبني نخلط بايدي كنعرف القوام ديال العجينه. بحال هكا كتجي. صافي البنات زدت الدقيق كله وغادي نخلط. داكشي كيبقى البنات على حسب الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. نتوما البنات كتكون البنات العجينه ديالها كتلصق في اليدين، هانتوما كتشوفوا معايا. صافي البنات وغادي نجمعها بهاد الطريقه هذه كيف ما قلت لكم. العجينه ديالها خصها تكون رطبه باش البيتزا ديالكم تنجح معاكم. صافي البنات هذا هو القوام ديالها. ما غنزيدها لا دقيق لا ماء، هاد الشكل هذا. غنجمع بواحد شويه الزيت البلديه. غادي ندير البنات واحد شويه ديال الزيت البلديه في يدي باش العجينه ما تبقاش لاصقه ليا في يدي. هانتوما هي باش غادي نجمعها هكا حيدو هاد العجينه اللي كتبقى لاصقه لينا هنايا في الجناب هاد الشكل هذا. هانتوما شفتوا البنات العجينه ديالها كيفاش كتجي هشيشه بحال العجينه ديال السفنج. هاد الشكل هذا. ونخليها البنات في هذا الاناء هذا ونغطيها نخليها حتى تخمر.
هاد العجينه البنات كتبغي تخمر على راحتها، على الاقل البنات شي ساعه بحال هكاك. عجنوها بكري وخليوها ترتاح. صافي البنات، وغادي نغطي عليها هنايا ونخلي العجينه ديالي ترتاح على خاطرها كيف ما قلت لكم. صافي البنات، غنخلي هنايا العجينه ديالي ترتاح على خاطرها كيف ما قلت لكم، تخمر مزيان. وغندوزو نوجدو الحشوه البنات، واحد لاصوص ديال البيتزا اللي كتكون خطيره حتى هي وبنينه. يلا البنات هانتوما معايا. بالنسبه للبنات الحشوه، عندي هنايا شويه الكفته وعندي البصله، ونزيد عليها البنات هنايا واحد شويه الزيت الروميه، وعندي هنايا البنات شويه الملح وشويه التحميره وشويه الابزار. هو باش غادي نشحر هاد الكفته، عندي البنات واحد شويه ديال بودره الثوم، غير شويه. صافي، وغنخلي الكبسه تشحر مع البصله محكوكه البنات، درت غير بصيله وحده محكوكه. صافي كنحركها البنات وكنخليها تشحر هاد البصيله مع هاد شويه الكبسه بهاد الطريقه هادي. هاد البيتزا البنات راه كتجي زوينه بهاد الحشوات هادو. صافي البنات، غادي نخلي الكبسه ديالي تشحر على هاد الطريقه حتى تنزل. صافي البنات، بعد ما تشحرات ليا هنايا الكبسه ونزلات هي والبصيله ونشفات من الماء، غادي نطفي عليها دابا البنات وغندوزو لاصوص. بالنسبه للاصوص البنات، عندي هنايا بصله مقطعه على 4، وعندي مطيشه البنات مقطعه حتى هي على 4، وعندي فليفله حمراء وحده مقطعه على هاد الطريقه هذه البنات. بالنسبه للفليفله حمراء البنات درتها كتجيب اللون زوين في هاد لاصوص، وكتجيب حتى هي البنه ديالها. هانتوما غنزيد عليها البنات هنايا غير ربيع كاس ديال الماء فاش تطحن ليا هاد الخضيره هذه، وغندوز باش نطحنها ونرجع معكم. بعد ما طحنت البنات لاصوص، هانتوما على هذا الشكل هذا تطحن مزيان. صافي كنديرها هنايا في هذه الكاسرونه باش غنحطها فوق البوطه تشحر. هانتوما كنهبطها كلها هنايا في كاسرونه، وكنزيد عليها البنات هنايا معلقه ديال مطيشه الحك، معلقه كبيره. وعندي هنايا شويه الملحه وشويه الابزار. عندي هنا البنات الزعتر، الا كان عندكم الحبق ديروه. عندي هنايا البنات زيت البلديه، غندير حساب شي معلقه كبيره. صافي البنات، وغندير هاد لاصوص تشحر فوق البوطه مزيان حتى طيب وتختار. صافي البنات، درت هنايا مطيشه باش طيب ليا فوق البوطه لاصوص. صافي وكنبقى نحرك فيها البنات هانتوما حتى كطيب مزيان وكتختار. كطيب لينا مطيشه هي وديك الفليفله والبصيله. صافي كنستمر في التحريك بحال هكا. والبنات راه مدرتش فيها لا تحميره لا حتى شي حاجه، غير هذيك المعلقه ديال مطيشه الحك راه كتعطيها اللون. صافي ونخليها حتى طيب البنات. بعد ما كطيب البنات لاصوص ديالنا وكتولي على هذا الشكل هذا كتختار وما كيبقاش فيها الماء. صافي البنات كنطفي عليها. صافي البنات، وكتكون عندي هنا الحشوه واجده. لاصوص اللي صايبت معكم، ها نتوما البنات كيفاش كتجي زوينه وخاتره. والكفته البنات اللي شحرت معكم. وعندي هنا موتزاريلا محكوكه. عندي هنا شويه الفلفله الخضراء مقطعه على هذا الشكل طويله. وعندي البنات الزيتون كحل. دابا غنخليو الحشوه على جنب البنات وغندوزو للعجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه البنات، ها هي هنايا خمرات. هانتوما البنات كيفاش كتولي تجي بحال الزبده. ها نتوما العجينه ديالها كيفاش كتجي. صافي البنات، كيكون عندي هنايا الدقيق ديال الفينو، نحطو هنايا فين غادي نسرح العجينه ديالي. نتوما البنات، وكنحط العجينه هنا، نحاول البنات نجمعها في هذا الدقيق هذا، هذا الشكل هذا. كتجي البنات العجينه ديالها خطيره بحال السفنج. هانتوما البنات كنحاول نجمع العجينه ديالي هنايا مزيان بالدقيق الفينو. صافي البنات، وكنحاول نقطع العجينه ديالي هنايا على زوج، يكونوا زوج كويرات متساويين. هانتوما صافي، وكنجمعها بحال هكا على هاد الطريقه هذه ونخليهم يرتاحوا.
صافي البنات وغنرجع معكم. خليت البنات العجينه ديالي ترتاح هنايا واحد شويه. دابا غادي ندوزو باش نقرصوها. هانتوما البنات صافي راه عندي الدقيق هنايا. غادي نحاول نسرح العجينه ديالي. سرحوها البنات غير بايديكم باش البنات تجي فيها داك تجي محلوله من الداخل وفيها داك النفيفيخات. اللي درتوها بالدلاك البنات راه ما غاداش تصدق زوينه. سرحوا غير بايديكم بهذه الطريقه هذه. والعجينه ديالها راه كاع ما تستاهل زعما الدلاك، غير ايديكم تكون العجينه ديالها رطبه. هانتوما البنات كنحاول نسرح غير من الوسط. الجنيبات غادي نخليهم منفوخين بحال هكا. صافي البنات بعد ما سرحت العجينه ديالي على هاد الطريقه غنديرها هنايا في هاد الطاوه اللي درت فيها ورق الزبده. هانتوما البنات حطيت العجينه ديالي هنايا في الطاوه وغنحاول البنات نقادها هنايا بهاد الطريقه هذه. كنضغط عليها البنات من الجناب بصباعي بحال هكا. هانتوما البنات بعد ما سرحت البيتزا ديالي على هاد الشكل هذا تخليوها منفوخه من الجنيبات. صافي البنات غادي نثقبها غير شويه ماشي بزاف. هانتوما البنات واحد التقيبات في العجينه ديالنا بهاد الطريقه هذه بالفرشيطه باش ما تنفخش فوق من القياس. دابا البنات غادي ندير هنايا لاصوص. هانتوما غنحاول نسرحها هنايا فوق من البيتزا ديالي بهذا الشكل هذا. ما نقيسوش الجناب غير من الوسط بهاد الطريقه. كيف ما شفتوا معايا البنات هاد العجينه راه خرجت ليا جوج ديال الخبيزات ديال البيتزا وكتجي العجينه ديالها خطيره البنات وزوينه. نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غتجي. والفران البنات في هاد الوقت راه كيسخن. خاص الفران يكون سخون مزيان. صافي البنات غندير هنايا الفرماج موتزاريلا من فوق من لاصوص بهاد الطريقه هذه. هانتوما كتجي البنات هاد البيتزا بحال ديال القهوه كتجي زوينه. صافي البنات غندير هنايا الكفته. اللي بغيتو ديروه البنات. بغيتو ديروا الطون ديروه، بغيتو ديروه بالدجاج كتجي زوينه. باش ما درتوها راها كتجي بنينه. صافي البنات بحال هكا نحاول نقادها. غندير البنات هنايا فليفله. عندي فليفله خضراء. الا كانت عندكم البنات فلفله ملونه ديروها. انا عندي هنايا غير فليفله خضراء درتها. كنقطع على هذا الشكل طويله ماشي تقطعوها مدوره. قطعوها هي كتجي زوينه هذا الشكل. وغندير البنات هنايا الزيتون كحل مقطع. صافي البنات وغادي نزيدها من الفوق واحد شويه ديال الزيت البلديه بايدي بحال هكا غير شويه من الفوق. صافي نخشيوها في الفران ونطلقوا البنات البيتزا ديالنا بعد ما جبدناها البنات من الفران. هانتوما كيفاش كتجي البنات. الثانيه البنات حيت درت معكم جوج. هانتوما كتجي البنات محمره وهشيشه. العجينه ديالها البنات هانتوما العجينه ديالها كيفاش كتجي هشيشه وكتجي زوينه البنات. ما نعاودش ليكم. هانتوما كتجي العجينه ديالها زوينه والحشوه حتى هي. هانتوما البنات الشكل ديالها كيفاش كيجي. غير جربوها البنات غتعجبكم ان شاء الله. هانتوما ما غتبقاوش تستغنوا على هاد العجينه ديالها. والحشوه راكم اختياريين ديروا اللي بغيتو. وهاد الحشوه هي راه كتجي زوينه. وهاد لاصوص اللي صايبت معكم. هانتوما البنات غادي نقطع معكم هنايا البيتزا ديالي. كتجي هشيشه كيف ما قلت لكم. سخونه البنات يلا جبدتها من الفران. هانتوما صحاباتي العزاز كيفاش كتجي زوينه البنات وهشيشه كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما تجي العجينه ديالها هشيشه. لصق ليا هنا الكاغط ديال سميتو شي مشكل.
وكنتمنى الكويدات ديالي تعجبكم الوصفه ديال اليوم، بيتزا ديال اليوم البنات. ولا عجباتكم ديروا لايك، شي كومونتيرات زوينه، وما تنساوش ختكم. وكنتمنى لكم شهيه طيبه وصحه فطوركم.